عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدموا لكم طريقه تحضير العجينه ديال الشكلاط. كنحتاجوا 4 ديال الشكلاط بيض، واحد ورقه ديال الجيلاتين، معلقه ديال الجليكوز والسكر كلاصي حسب الخليط باش غادي نجمعوا العجينه ديالنا. غادي ندوزو نذوبوا الشكلاط بيض وغادي ندير الورقه ديال الجيلاتين في الماء باش تذوب ليا. دابا من بعد ما ذوبت الشكلاط غادي نضيف الجيلاتين اللي ذوبت في الماء، ومعلقه كبيره ديال الجليكوز. غادي نردهم عاوتاني فوق حمام مريم وعاد نرجعوا نشوفوا كي ولاو. دابا من بعد ما حيدناها من فوق البوطه فوق حمام مريم غادي نضيف ليها سكر كلاصي وغادي نحركو. دابا غادي نخويها في القصعه باش غادي نزيد نجمعها بسكر كلاصي. دابا من بعد ما حيدتها كنضيف لها السكر كلاصي وكنجمعها بيه. دابا نبقى نزيد لها السكر كلاصي بالتدريج ونجمعها وندلكها مزيان. صافي من بعد ما عجنتها ودلكتها مزيان كتجينا العجينه فحال هكايا. يمكن لنا نستعملوا اي ملون بغينا اولا تخليها هكا على حسب الاختيار. انا غادي نلونها باللون الاخضر هو اللي متوفر عندي. دابا غادي نلونها به اللون الاخضر وغنجمعها. العجينه ديالي ها هي وجدات. كنتمنى تعجبكم العجينه ديال الشكلاط اللي قدمت لكم اليوم، وبصحه والراحه. شكرا.